السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش حطيت في المقطع اتقطع مني الكاميرا وقعت، معلش انا اسفه. حطيت رشه ملح ومعلقه سكر، وهبتدي انزل بميه دافيه كده، دقيق من غير ماده دهنيه خالص. هعمل حلقه كده بسيط وخفيف. هو كده هيبقى مورق، عامل زي الفطير، عامل زي البوجاشه كده، عامل يعني ايه حلقه كده، يعني ايه نعمله كده ايه في الشتاء. وهنزل كده بالميه الدافيه بالتدريج. عباره انا حطيت الاول رشه ملح ومعلقه سكر بس، مش عايزين اكتر من كده. وهنعجن العجينه كده، عجينه كده تكون متماسكه كده، وهنسيبها ترتاح شويه. بعد ما نسيبها ترتاح هنعمل الشربات طبعا تقيل، بس الاول نعمل العجين كده تمام. بس نحايله كده بالراحه تمام. مش هنحط له اي ماده دهنيه ولا حاجه، لا، المواد الدهنيه بعدين. بس خلاص كده العجينه كده يعتبر خلاص اتعملت خلاص واتعجنت. عباره عن رشه ملح، معلقه سكر صغيره. انا معلش المقطع اتقطع في اول الفيديو بقى، معلش الكاميرا وقعت تاني. انا بشوف لي حل للجهاز ده بقى، كل شويه الكاميرا تقع مني تمام. خلاص وهسيب العجينه كده ايه، هي خلاص العجينه ارتاحت اهي كده تمام، اتعملت وتتعجن بميه دافيه. عباره عن رشه ملح ومعلقه سكر، واحط اشد عليها ستريتش واسيبها ساعه ترتاح على ما ارفع السيرب. السيرب هنعمل بقى سيرب تقيل. السيرب عباره عن ايه، كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه، ورفعتهم على النار. اول ما يتغلوا هحط نص ليمونه وكيس فانيليا. رفعت كوبايتين من السكر مضجين كده وكوبايه من الميه، وبعد كده هسيبهم بعد ما يغلوا واروح عصره ليمونه وكيس فانيليا. السيرب زي ما انتم شايفين هبتدي بقى اعصر عليه عصره الليمونه، ولما يجي يغلي خالص وينتهي من غليان اروح حاطه كيس الفانيليا، نص كده ليمونه تمام التمام، او ملح ليمون. عندك ملح ليمون ماشي، عندك عصره ليمون مفيش مشكله، كله شغال. اهم حاجه بس السكر ما يجيش حوالين الكنكه. زي ما انتم شايفين السيرب خلاص دخل في الغليان. بخش عليه بكيس فانيليا، عشان الفانيليا من المواد العطريه الطياره، فبحطها في الاخر خالص عشان ريحتها تبقى كويسه. وخلاص و5 دقايق، وبعد كده بقفل على السيرب بقى، عشان عايزه اعمل سيرب تقيل عشان اعمل الحاله النهارده، اللي هو الحاله شبيه الفطير والجلاش والبغاشه كده يعني. بعد ما فيش 10 دقايق اروح كده ارجع تاني. عجنت العجين الاول بميه، لقيت العجينه لسه مش متماسكه، لازم عايزه العجينه تبقى متماسكه. اروح حاطه كده زي ما تشوفوا كده، يعني ايه، معلقه زيت. وممكن الخطوه دي تعمليها من البدايه في الاول في الميه، او سمنه، دي بقى مطلق الحريه. وابتدي بقى ارش بس الدقيق عليها كده ايه بالتدريج. بس انا اجيب معلقه كده جافه شويه عشان عايزه العجينه دي تبقى قاسيه شويه، مش عايزاها عجينه تكون ايه فيها لزقه تمام. يبقى انا كده حطيت شويه دقيق، حطيت شويه زيت علشان اعمل العجينه دي تكون ايه قاسيه شويه كده. ابتدي اديها لفه تمام. ممكن تبداي الخطوه دي من الاول خالص مع الميه والملح، مفيش مشكله. عايزه تستغني عن موضوع الزيت ده وتعمليه معاها في الاول. بس انا عايزه العجينه كده ايه تبقى قاسيه شويه، مش عايزاها عجينه ايه تكون ليها لزق زي البيتزا، لا لا، عشان ايه اقدر ايه اشكلها وهكذا معايا. يبقى انا كده دخلت الزيت، معلقه الزيت فيها زي ما انتم شايفين، او سمنه، حبه ليكي حبه تحطي سمنه حطي، حبه تحطي زيت مفيش مشكله. بس انا عايزه العجينه تكون كده ايه قاسيه، قصدي متماسكه، مش قاسيه يعني، تكون متماسكه ما تكونش ليها لزقه، عشان اقدر ايه اشكلها وامشي معاها ايه بالتدريج العجين معايا. رشه كمان بسيطه كده بس خلاص تمام اهي. واسيب العجينه بقى ايه كمان كده ايه 10 دقايق ايه ترتاح، وبعد كده ابتدي ايه اكورها واشكلها معايا. اسيبها كده واسد عليها ستريتش واسيبها ايه ترتاح واكورها واشكلها. خلاص بقى انا ريحت العجينه 10 دقايق كده، وهبتدي بقى افردها على شويه نشا. يعني اجيب حبه نشا كده على سطح نضيف جاف كده، علشان ايه افرد العجينه كده معايا، بس مش كتير علشان ما تنشمش معايا العجينه معايا كده. العجينه ما تكونش ولا قاسيه ولا يابسه وما فيهاش اي ماده رافعه. وابتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده احايل العجينه معايا زي ما انتم شايفين كده تمام. افردها بالراحه تلقائيا كده معايا مردله تمام تمام. برضه دي رشه كده عشان العجينه تمشي معايا، وما اكترش من النشا عشان خاطر العجينه ما تنشفش معايا. خلاص المعلقه دي مش عارفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي كده افرد العجينه كده معايا، تعمليها مستويه، تعمليها رول، تعمليها مستديره، المهم العجينه تفرد معاكي على الاخر تمام. بس ما تفردهاش بدقيق، افرديها بنشا عشان تقدر تورق معاكي وتدي معاكي التوريقه اللي هي زي الجلاش كده وزي الفطير وزي البغاشه. دي كده حلوه كده ايه يعني ايه سهله وسريعه تمام. ده افرد كده معايا العجين
لحد ما سطح الرخامه يبان معايا. وبعد كده ابتدي ايه اشكلها. المهم اقعد احيلها معايا كده معايا. عايش تدوس بالشبكه، عايش تدوس بالشبكه وانزل لك حاجه. تدوس بالشبكه. مفيش قهوه اصلا يا ماما، قلت لك خلص. فردت العجين بقى عشان ما اطولش عليكم بالفيديو كده بالمردله معايا تمام. وهبتدي بقى ايه اشكلها كده بس كده. والزيادات دي ممكن تتلم وتتعجن تاني مفيش مشكله عادي معايا كده تمام. اهي كده معايا. هاخد برضو كل الزيادات دي معايا وممكن تتعجن يعني نعجنها تاني. احنا هنعجنها تاني ونعمل برضو ايه هنعمل التشكيل كده. كل الزيادات دي على فكره العجينه دي ما فيهاش اي ماده رافعه ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا حاجه. هي كل اللي احنا حطيناه معلقه زيت بس مش اكتر. حاولي تخلي العجينه كلهم قد بعض ومستويه كده تمام. وبعد كده نقطعهم كده. الترانش ده مثلا هنجيب سكينه كده، سكينه تكون ما تجيبش العجين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام معايا كده. تعملي قطعه تحاولي العجين كله يكون قد بعض. حاولي تخلي العجين كله قد بعض كده تمام معايا. وتعملي مستطيلات كده زي الجلاش، زي فكره الجلاش. وكل اللي اتقطع ده هنفرده تاني ونرجعه تاني ونعمله ايه ونشكله تاني مفيش مشاكل معايا كده تمام. نبتدي نقطع في العجين بس كده خلاص. نديها بقى ايه سمنه بقى كده عشان نعرف ايه زي توريق كده الجلاش كده ما بنورقها. سمنه كده 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 فوق بعضها تمام اهو زي ما انت شايف كده. يا رب تكونوا شايفين كويس. اديها دهن السمنه العجين معايا زي فكره الجلاش بالظبط زي ما بتورقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالراحه كده حاول العجين مش مشكله اللي هتطلع منك زياده مش اشكال مفيش مشكله كله هيرجع تاني. حاولي تفرديها افرديها عادي مش مشكله عادي. زيادات برضو هترجع. العجينه بس ما ارتاحتش شويه تطول معايا عشان هي زي بتتمط زي الفطير بسم الله الرحمن الرحيم. كل الزيادات دي ممكن تتقطع وترجع ايه وهنشكلها برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده اهو تمام. نفرد بقى العجين كده ونسوي. وده كده هنرجع نعيده تاني ونعجنه ونعمله مستطيل. ايه تاني بقى هنعمله؟ دهنة زيت كده قصدي دهنة سمنة يا رب تكونوا شايفين. ابتدي بقى ايه اقطع كده قطع صغيره كده تمام. كده 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 اصغر كمان كده كده كده. وهحيلها بالراحه كده بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده ايه الفها تويست زي البونبوني كده اهي كده الفها تويست. المفروض اجيب حاجه افردها بس عليهم دقيقه واحده بس كده ايه اخلص بس لف العجين كده تمام معايا واقدر الفها كده ايه رول كده ايه تويست كده معايا كده زي البونبوني. وبعد كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم. العجينه ماسكه في البتاع ما فردتش انا ناشئه كويس قوي تحت الارضيه تمام كده. اقعد افردها كده ايه واعملها زي السوسته تويست كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو بقى ايه. خلاص بقى انا لفيت العجين كله تويست كده زي ما انتم شايفين زي البونبوني زي ما وريتكم في الفيديو بقى. ما حبيتش اطول عليكم وهبتدي بقى اسخن زيت وايه واقليه تمام. مظبوط بس الكاميرا كل شويه تقع مني. انا مش عارفه ايه حكايه الكاميرا دي. حد ضاربني عين يا جماعه والنبي قولوا سموا وصلوا على النبي عشان خاطر كل الكاميرا كل شويه تقع مني. او الزيت بدا يشتغل ويحمى كده. وهحايل بقى العجين كده بالراحه بسم الله الرحمن الرحيم كده وانزل عليه كده. مش عايزه درجه الحراره تكون عاليه قوي تمام. وابتدي بقى انزل واحده واحده كده بالحلوه اللي انا عاملاها دي شبه البونبوني كده تمام اهو. تفضلي برده حتى لو رجعت تاني برده مش مشكله تشكليها بايديك وتنزلي. بسم الله. دي ما فيهاش اي ماده رافعه ولا بيكنج باودر ولا كل اللي احنا حاطينه رشه ملح
ومعلقه سكر ومعلقه زيت، وحب اللي حابب يحط سمنه زي ما انا قلت لكم في الاول مفيش مشكله. ابتدي كده ايه اشكلها معايا اهي. اللي تعمل منك ارجعي تاني شكليها بايدك مفيش مشكله، شكليها اهي زي ما انت شايفه، وتنزلي بيها كده واحده واحده زي فكره بلح الشام وزي فكره صوابع زينب والزلابيه وكده يعني. بس الحلوه دي ما فيهاش اي ماده رافعه يعني، ده كده حاله كده ايه شبيه اللي قول معايا البغاشه، شبيه البغاشه اهي. اللي تعمل منك كده تقدري ايه حيليها وسيسيها كده تمام، ومرقيها كده ولفيها ايه معاكي زي البونبون. اقليها بقى على الوشين، انا مش هطول عليكم في الفيديو. بعد كده نسقيها السيرب، اقليها على الوشين وبعد كده ايه اسقيها السيرب. لما تحمر اروح ايه قلباها. افضل بس احيلها واحده واحده عشان ما ينفوش في بعض. عايزه اودي الزيت، مش عايزه النار تبقى عاليه قوي عشان تستوي من جوه. خليكي مهديه النار عشان ما تبقاش ايه عشان تستوي من جوه. اللي تطول معاكي كده قطعيها عادي مفيش مشكله، تقطعيها واشتغلي بيها عادي. تمام كده زي ما انتم شايفين كده. هنجيب معلقه ليها فيها توست تاني عادي مش مشكله. بس المشكله عندي هي في الكاميرا، بس المشاكل هي كلها في الكاميرا. اللي كده يعمل معاكي وتطول ولا حاجه وانت من كتر التريح عادي اقطعيها وكملي. كده يتاخد عيش شكل عيش اول ما تحمر بقى هقلبها على وشنا يا جماعه عشان ما اطولش عليكم في الفيديو عشان ما تزهقوش. بقى من قلي الحلوه اهو هبتدي بقى ايه اسقيها السيرب. عايزه اقول لكم اللي ما جربش الحلوه دي يعني حقيقي فايته كتير اهو. بنزلها كده في السيرب التقيل البارد اللي هو زي ما عملناه في اول الفيديو اهو. وهبتدي بقى ايه اهو انزل الحلوه واحده واحده كده معايا اهو في السيرب. وبعد ما اخلص بقى التصوير هوريها لكم ان شاء الله. ده كان فيديو النهارده عن الحلوه دي. زي ما انتم شايفين كده الحلوه دي اقتصاديه وسهله وهشه وجميله قوي. قطمت قطمه منها زي ما انتم شايفين حلوه، وجربوها هتعجبكم قوي. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. حلوه بسيطه وسهله بكوبايه ميه وشويه دي هتعملي احلى حلوه.